النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة. هنعمل السينامون رولز او السينابون. السينامون من الحاجات الحلوة اللي احنا بنحب نشتريها من بره قوي، وكمان بيكون سعرها غالي. النهاردة هوريكم ازاي ان احنا نقدر نعملها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندكم. وكمان هنعمل الصوص الابيض بتاعها ده بطريقة مظبوطة من اول مرة. بس لو اول مرة تشوفيني، انا شروق. ما تنسيش سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه هنحضر معجون من الدقيق والميه. المعجون ده هيساعد ان العجينه بتاعتي تبقى هشه وفلافي. هنحط نص كوبايه ميه وعليهم 3 معالق كبار من الدقيق. هنخلهم كويس قوي وهقلبهم عشان ما يكونش فيهم اي تكتلات. وبعد كده هرفعهم على النار على طول. وهي على النار هفضل احرك فيها بايديا على طول. مش عاوزين نسيبها لان هي بتكتل كده، بتعمل زي العجين، فانا مش عاوزاها تعمل معايا شبه المهلبيه كده. وانس ان انا طول ما هي على النار افضل اقلب فيها كده لغايه لما احصل على القوام اللي انا عاوزاه. كده هي ابتدت تتقل معايا بس ما وصلتش للقوام المطلوب. هفضل اقلب فيها وده القوام اللي انا محتاجاه. هنسيبها بقى على جنب تبرد لغايه اما نعمل صوص الخميره. عندي ربع كوبايه من الميه الدافيه، معلقه كبيره من السكر. هقلبها كويس قوي. بعدين هحط باكت كبير من الخميره الفوريه. الخطوه دي بنعملها بره علشان لو الخميره بايظه ما تبوظلناش الدقيق. حطيت هنا باكت من الخميره الفوريه، يعني ما يعادل معلقه كبيره. هقلبها كويس قوي وهسيبها لغايه لما تتفاعل. هنحطها على جنب 10 دقايق بالظبط او اقل من 10 دقايق هنلاقيها تفاعلت معانا بالشكل ده. عندي 4 كوبايات ونص من الدقيق وعليهم رشه من الملح. هحطهم في البولة بتاعتي. لو عندك ميكسر هتحطيهم في الميكسر، او لو عاوزة تعجني بايديكي مفيش مشكلة. هنحط عليهم الخميرة. عندي كمان ربع كوباية من اللبن الدافي اللي هو الرايب. لو مش متوفر لبن رايب هندفي ربع كوباية لبن وعليها معلقة كبيرة من الخل. عندي كمان 6 معالق كبار من الزبدة المذابة. ومع المعجون بتاع الدقيق اللي احنا عملناه وسيبناه يبرد خالص. كمان عندي بيضة بدرجة حرارة الغرفة وعليها باكت من الفانيليا. هنحطهم وهنبتدي ان احنا نعجنهم كويس قوي. هنسيبهم في الميكسر 10 دقايق بالظبط. لو هتعجني على ايدك هيبقى 15 دقيقة بالظبط. خلي بالكم العجينة هتحسوها كده ملزقة. ما تقلقوش وما تزودوش دقيق، عشان انتوا لو زودتوا دقيق هتبقى عاملة معاكم اشبه من عجينة العيش بالظبط. فدي عجينة حلويات، احنا مش عايزينها عجينة عيش، فما تزوديش دقيق. هي كده خلاص كل المكونات بتاعتي دخلت في بعضها والعجينة ابتدت تلم معايا. في الخطوة دي هبتدي بقى ان انا اوقف الميكسر والمها بايديا دقيقتين بالظبط. وهطلعها من الميكسر والمها. شايفين هي بتلزق اهي بس مش بتمسك في ايدي. هجيب بقى بولة نظيفة هحط فيها شوية زيت وبعدين هنزل فيها العجينة بتاعتي وهغطيها بورق استرتش وفوطة تكون نظيفة واسيبها تخمر ساعة ونص. نحضر بقى الصوص الابيض. عندي ربع كوباية من اللبن الدافي، 3 معالق كبار من لبن النيدو اللي هو اللبن البودر. عندي 5 قطع من الجبنة الكيري او الجبنة المثلثات اي نوع. معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. وكمان عندي تلت كوباية من السكر البودر. هنضربهم كويس قوي لغاية اما المكونات دي تتجانس مع بعضها. في الخطوة الجاية اول لما نخلص هنبتدي ان احنا نصفي الخليط ده علشان لو في اي تكتلات ما تنزلش معانا. وكده الخليط بتاعي جاهز. هنشيله في التلاجة لغاية لما نفرد العجينة. على الرخامة بتاعتي طبعا رخامة نظيفة وممسوحة هحط عليها رشة من الدقيق وهبتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي. لو عندك مشمع اللي هو السيليكون هو موجود عندي، بس انا مش بحب ان انا افرد عليه العجينة، بحسها بتلزق فيه، يعني بحس ان الرخامة افضل. هبتدي بقى ان انا افرد العجينة بنشابة او بالسريع اللي متوفر عندك. وهحاول ان انا ما اعملش السمك بتاعها يكون رفيع ولا سميك، انا عاوزاه يكون متوسط علشان خاطر ما احسش ان العجينه معايا لما تيجي تخمر ان هي مش عاوزه العجينه معايا تكون سميكه ولا رفيعه قوي. هخلص فرد وده هيكون السمك المطلوب. هبتدي بقى ان انا افرد عليها الزبده بدرجه حراره المطبخ. بفرد الزبده عندي بالمعلقه. لو انتي حابه تشتغلي بايدك مفيش مشكله وده الافضل طبعا عشان الزبده تمسك في العجينه. كده فردت الزبده بتاعتي بالشكل ده. انا هنا استخدمت نوعين زبده، انتي تقدري تستخدمي نوع واحد اللي متوفر عندك.
هخلص بقى فرد الزبدة كده وهبتدي ان انا احضر الحشوة بتاعتي. الحشوة عبارة عن معلقة صغيرة من القرفة او معلقة كبيرة على حسب حبك للقرفة، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، 3 معالق كبار من السكر، وهخلطهم مع بعض وبعدين هفردها على العجينة. هبتدي ان انا ارشها كده الاول على العجينة وبعدين هضغط عليها بايديا بس مش جامد علشان الحشوة تثبت معايا على العجينة. هخلص الكمية دي وهبتدي بقى ان انا الفها رول. وانتي بتلفي العجينة حاولي ان انتي تضغطي عليها بس مش جامد علشان خاطر ما تفكش معاكي وانتي بتلفي كده. هبتدي ان انا الفها رول كده بالظبط. ولو عندي بقى خيط اللي هو خيط عادي اي خيط بس يكون نضيف هقطع بيه، هقسم العجينة الاول وبعدين ابتدي ان انا اقطع بيه. لو في سكينة حامية تمام مفيش مشكلة، بس انا افضل الخيط لانه بيديها شكل افضل بالشكل ده. هسيب بين كل واحدة والتانية مسافة علشان انا هسيبها كمان نص ساعة تخمر تاني. هخلص كل الكمية وبعدين هسيب العجينة بتاعتي تخمر كده. انا خلصت الكمية بتاعتي في الصينية وسبت بين كل واحدة والتانية مسافة. هغطيها بقى بفوطة نضيفة واسيبها ربع ساعة او نص ساعة كده. هي خمرت معايا بعد ربع ساعة بالظبط. هدخلها فرن شغال مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف اللي تحت. دقيقتين 3 هطلعها، هسقيها بمعلقة كده شوية لبن على كل واحدة. الحركة دي بتساعد إن كمان ان العجينة بتاعتي تكون طرية وهشة جدا. وهطلعها بقى فوق على الرف اللي فوق تاخد لون. اول ما تبتدي ان هي تاخد لون خلاص بقى كده هطلعها وابتدي على طول وهي سخنة احط الصوص الابيض ده. شايفين الصوص بعد ما طلع من التلاجة بقى تقيل وحلو ازاي؟ عايزه اقول لكم ان طعمها كان رهيب وكمان احلى من اللي بنشتريها من بره جاهزه، والصوص بتاعها مظبوط. كمان العجينه بتاعتي مورقه ومش لازقه في بعضها ومش مكتومه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتجربوا الوصفه بتاعتي. اشوفكم في فيديو جديد بوصفه جديده.